السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من احلى الوصفات الهايلة اللي بتبيض البشرة وبتزيل التجاعيد. الوصفة دي عن تجربة من احلى الوصفات السريعة اللي بتديكي تفتيح سريع، وكمان بتشد بشرتك، بتخلصك من كل مشاكل البشرة سواء كانت ندبات او حبوب او يعني كلف او نمش او في تجاعيد. انت تخطيتي سن ال40 او ال50 فما فوق، مهما كان سنك تأكدي ان الوصفة دي هتعمل تحول في بشرتك، هتغير بشرتك 180 درجة، هتديكي اشراقة ونضارة، هتفتح لون بشرتك وهتخليكي زي القمر. من اقوى الوصفات اللي انا جربتها. حبيت اشارك معاكي الفيديو ده علشان والوصفة دي علشان انت كمان تستفيدي بيها وتنفذيها وتستفيدي بكل الخواص اللي فيها. الوصفة دي من جمالها هتعتمديها، ولو عندك مناسبة هتعمليها، لانها هتخلي جمالك طبيعي وهتخليكي زي القمر. من احلى الوصفات اللي بتورد الخدود وبتفتح البشرة وبتزيل التجاعيد والتسبغات وبتشد البشرة. هتباني اصغر من سنك، مش اقل من 20 سنة. حبايب قلبي، حابة ارحب بيكم قبل ما ابدأ الفيديو. اهلا بيكم، نورتوني. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشيروا الفيديو، ويسعدني جدا يا امارات لو اعرف بتتابعوني منين، لان ده بيسعدني جدا وبعرفكم اكتر واكتر وبتشرف بيكم يا حبايب قلبي. وقبل اي حاجة نصلي على الحبيب المصطفى علشان كلنا نكسب حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزه اقولك النهارده هنعمل وصفه حلوه جدا، وهنعمل ميكس بين مكونين وهو النشا والقرنفل. القرنفل من الحاجات الهايله جدا والفعاله، بس احنا مش هنستخدمه زي ما هو، يعني احنا هنطحنه. طبعا القرنفل من الحاجات الفعاله جدا جدا. هنبتدي نجيب الطبق بتاعنا بالشكل ده اللي هنعمل فيه الوصفه، وهنعمل خلطه مدهشه جدا، وانا واثقه جدا انك هتعتمديها من جمالها، لان الوصفه دي ميزتها انها سريعة في التفتيح ومنقذة لأي مناسبة عندك، هتسعفك وهتخلي جمالك طبيعي. صدقيني لما تعملي الوصفة دي كل المحيطين حواليكي هيسألوكي على سر جمالك. وطبعا الوصفة دي هي اللي هتبقى سر جمال بشرتك، لانها هتخليكي زي القمر حرفيا كده. من الوصفات الممتازة اللي هتخلي بشرتك زي الفلتر. زي ما انتوا شايفين هناخد معلقة من النشا، والنشا دي عايزه اقول لك ده بديل البوتوكس، بيشد البشره، بيزيل التسبغات، بيحل كل مشاكل البشره. النشا من الحاجات الهايله جدا. بوتوكس اقوى من البوتوكس، يعني عايزه اقول لك مفعوله اقوى من البوتوكس مليون مره. ده بالنسبه للنشا او الكورن فلاور او المايزينا، وطبعا دي كلها مسميات للنشا. لو ليه اسم تاني ببلدك اكون مشكوره ليكي جدا لو تقولي لي اسم النشا عندكم ايه، لان طبعا مسميات الاشياء بتختلف من بلد لبلد. وجزاكم الله خيرا. بعد كده هنستخدم بقى القرنفل. هنا القرنفل ده عايزه اقول لك احنا مش بناخد منه كتير، لان عايزه اقول لك حاجه بسيطه منه بتفرق جدا في البشره. فدول بمقدار 10 حبات من القرنفل، وانا طحنتهم. طبعا القرنفل ده بيتباع عند العطار في مطحون وفي صحيح، بس انصحك ان انت تجيبيه من عند العطار صحيح وتطحنيه انت بنفسك. طب ليه؟ علشان خاطر الاعشاب الطبيعية دي لو اتركنت مفعولها ما بيبقاش له اي لازمة، او ما بيبقاش يعني تعبير اوضح، ما بيبقاش ليها اي فايدة لانها اتركنت. لازم الاعشاب دي لازم تكون طازة، يعني تكوني طحناها وطازة. آه، يعني مش اقل من اسبوع يمر على طحنها الفترة، يعني اللي اقصى حاجة اقصى اعشاب تكوني طحناها وتقدري تستخدميها. اقصى مدة مرت عليها اسبوع، اكتر من كده بتبقى فقدت الخواص بتاعتها. فهنا زي ما قلت لك انا بطحنه طازه علشان استفيد بكل الخواص اللي فيه. فده قرنفل عباره عن 10 حبات من القرنفل، اخدتهم وطحنتهم بالشكل ده. هناخد كده بمقدار معلقه صغيره من القرنفل زي ما انتوا شايفين مطحون القرنفل. بعد كده هحتاج ليه الزبادي. الزبادي من الحاجات الهايله جدا جدا. هنبتدي ناخد كده معلقه من الزبادي، معلقه محترمه كده من الزبادي اهو
باخد ميه الزبادي يا بنات، دي من الحاجات الهايله للبشره. عايزه اقولك الوصفه دي ممتازه. الزبادي مع القرنفل ومطحون القرنفل والنشا من الحاجات الهايله جدا جدا. طبعا هتقلبي الخليط ده كويس وتمزجيه كويس اهو بالشكل ده اهو زي ما انت شايفه معايا كده. وبعد كده هنضيف بقى قطرات بسيطه من ماء الورد. ميه الورد هنا يا بنات بتعطر البشره وبتبيضها وبتفتحها وبتديها نضاره. ميه الورد من الحاجات الممتازه. هناخد كده بمقدار 3 معالق من ميه الورد، وهنشوف لو محتاجين تاني هنضيف، بس انا شايفه انها مش محتاجه تاني، لان انا عايزه القوام يبقى كريمي بالشكل ده. بس اهم حاجه تتاكدي ان كل المكونات دي امتزجت. بس كده والوصفه كده جهزت معايا. وهقولك على تونر حلو جدا هتستخدميه بميه الورد برضو، وهقولك طريقه تحضيره. بس الاول هقولك طريقه استخدام الوصفه. الوصفة دي هتبتدي تعملي مقشر عادي، وتبتدي تغسلي بشرتك بعد المقشر. المقشر ده يعني ممكن معلقة من السكر، معلقة من زيت الزيتون، وتفركي بشرتك بيه. والمقشر ده آمن ومناسب لجميع أنواع البشرة. تغسلي بشرتك بعد كده تفردي الماسك ده على البشرة بالشكل ده، وهتسيبيه بقى على بشرتك. عايزه اقول لك هايل. بس اهم حاجه لازم الزبادي او اللبن او الياغورس اللي احنا ضفناها دي لازم تكون ساقعه. ليه؟ لان مع المكونات دي البروده اللي في الزبادي مع المكونات دي لما بتمزجيهم مع بعض بيزيد لك كمان الهالات السوداء. فعالة جدا جدا، بتزيد التجاعيد حول العين، تجاعيد حول الفم، تجاعيد الجبهه، الرقبه. مهما كانت التجاعيد في بشرتك عنيده او مستحيله، ومهما كان سنك هتباني اصغر. عايزه اقولك لو كنت تخطيتي سن ال70 او ال60 هتباني بنت ال20. واتحداك ان الوصفه دي هتعمل تحول في بشرتك، هتخليكي زي القمر، هتباني اصغر من سنك بكتير. وده اللي هتشوفيه بنفسك وهتلمسيه من الوصفه الفعاله دي. عشان كده حبيت اشارك معاكم الوصفه، علشان انتوا كمان يا حبايب قلبي تستفيدوا من الوصفه المدهشه دي. ده من جمالها تعتمديها، ولو عندك مناسبه مش هتحطي نقطه مكياج في بشرتك وهترمي المكياج في الزباله. بعد ما تجربي الوصفه دي، لان طبعا المكياج له اثاره السلبيه، لكن احنا عاملين وصفه طبيعيه تاخدي كل الفوائد من الوصفه دي. تغذيه للبشره، ترطيب للبشره، شد للبشره، يعني نضاره رهيبه للبشره، وهتباني اصغر بكتير. لان كل التجاعيد هتمحوها الوصفه دي، لانها قاهره لعلامات الشيخوخه ومضاده للتجاعيد. هتستخدميها على بشرتك وتسيبيها لمدة تلت ساعة، وبعد كده بعد ما تنشف الوصفة تفركيها بحركات دائرية وتغسلي بشرتك. وهتستخدميها مرتين في الأسبوع. بالنسبة بقى للتونر اللي وعدتك انك تعمليه ازاي، او قلت حبيت يعني اقول لك على طريقة التونر تجهزيه لنفسك ازاي، بحيث ان انتي تنسمي بيه بشرتك بعديها بعد الماسك عشان يدي ترطيب. هتبتدي تاخدي نص كوباية مغلية من المية وتسيبيها لحد ما تدفى، وتضيفي عليها ربع كوباية من ماء الورد، وتقلبيهم وتحطيهم في التلاجة. وبعد كده تحطيهم في بخاخ وترشيهم على بشرتك. هايل جدا في الترطيب، تقدري تستخدميه مرة الصبح ومرة بالليل او بعد الماسك. هايل في الترطيب. الوصفة دي مدهشة، جربوها يا بنات، من احلى الوصفات. وده فيديو النهارده. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، واتمنى حبايب قلبي زي ما استفدنا من الفيديو يا ريت نفيد الغير. نحط لايك يا امارات الفيديو، نشير الفيديو على صفحتنا علشان يفيد كل احبابنا واصحابنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.